بعض اخواتنا الاهلاويه طالعين بيقول لك ايه، عواد سابوا والزمالك ساب الماتش. سابوا ازاي؟ هو ده مستوى الزمالك يا حبيبي. يا حبيبي هو ده، انت ما بتتفرجش على الماتش اللي فاتت قدام سيراميكا ولا قدام البنك ولا قدام المصري ولا؟ وبعدين الزمالك مغلوب منه 3-0 في الدور الاول. طيب سيبك من الزمالك، انت عرفت تغلبه بنجومك وبصفقاتك وبحالك ومحتالك، انت عرفت تفوز عليه. طيب في الدور الاول كان بيراميدز مطرود منها واحد في اول ربع ساعه، ما عرفتش تفوز عليه، تعادلت معاه 2-2. طيب في الدور الثاني تعادلت معاه 1-0 وهو مطرود منه واحد، في اخر نص ساعه تقريبا. شاط الكرة على الشناوي من قد ايه؟ محمد الشيبي من على بعد 30 ياردة، ما لمسهاش الشناوي، ما لمسهاش. عواد كرة الشيبي اللي انت ما تعرفوش، اللي انت بتشجع وخلاص، اللي انت بتقعد تتفرج على الاهلي عشان الاهلي بيكسب، اللي انت ما تعرفش حاجه غير الكرة، ان الكرة مدوره بس ماشي. ان كرة الشيبي وهو بيشوطها بوش رجله الكرة بتلف، صعب على اي حارس. ورجل الشيبي رجل تقيله. واسال الشناوي قبل ما تسال عواد، اسال الشناوي. مش هنقعد احنا مش هندخل في نوايا حد ونقول علي ماهر ساب للسيراميكا وذلك كان قدامه الجون، ومحمد كان سايب المرمى وراح يجيب كرة تانية. مش هندخل لنوايا حد، بس احنا بنحب نهزر ونحب نتكلم مع بعض. لكن لما ترسي ان احنا نشكك في نوايا بعض، لا. ده طالع بقى احمد موسى الكرة مكهربة، الكرة فيها ولعة، سيف زاهر. انت ما قلتش ليش ان هو كان ساب الكرة وساب المرمى وراح يجيب الكرة والكرة لسه في الملعب؟ ما قلتوش كده ليه؟ الزمالك يسيب الماتش ازاي؟ برضو طالعين يتكلموا ده هاني سعيد راح كلم لعيبه الزمالك لاعب. يا حبيبي مش كده والله، ما بتقدرش كده. مش هندخل في نوايا حد، حتى لو الزمالك سايب، حتى لو سيراميكا سايب وعلي ماهر، ما حدش ينفع يدخل في نوايا حد. بس احنا عندنا ايه؟ عندنا يعني مش عارف ادمغه وخلاص، ما بتتفكرش. الزمالك هو ده مستوى الزمالك. انت ما شفتوش قدام البنك عامل ازاي، قدام المصري عامل ازاي، قدام سيراميكا عامل ازاي؟ ولا انت بتقاوح وخلاص؟ هو ده مستوى الزمالك، هو ده مستوى الزمالك. بس انتوا عندكم ايه؟ تقاوحوا وخلاص. ماشي. ماشي، شكرا والسلام عليكم.